يا اهلا الله بالخير. كنت اتحدث الاستاذ خليل عن التراث، فوليدي اقول لك انه الاصاله موجوده بالتراث. كن معاصر على ان تكون اصيل، فاغرف من هذا التراث وتطلع بانغام والحان جميله، وصوتك ما شاء الله بلبل هزاز. الله يخليك استاذ. فاذا هذا الجو يوحي لك بشيء قول. خليني استاذ الله يخليك بس اسمع اليوم. تسمع؟ براحتك يا علي سلم
سلمتك بيد الله يا محمل يدي يا ريت ما شفتك اشجامك عليا يا خسارة تعبي وياي ما تستاهل انا هواك يا خسارة تعبي وياي ما تستاهل انا هواك سلمتك بيد الله يا محمل يدي يا ريت ما شفتك اشجامك عليا سلمتك بيد الله يا محمل يدي يا ريت ما شفتك اشجامك عليا يا خسارة تعبي وياي ما تستاهل انا هواك يا خسارة تعبي وياي ما تستاهل انا هواك يا ظالم لا ترحم بيدجيني عذابك ما اشكي واتألم لا يغرك شبابك يا ظالم لا ترحم بيدجيني عذابك ما اشكي واتألم لا يغرك شبابك يا وبيعي من عني وعنك ما أرضك لا حب لا ولا أترجى منك دنيا وبيعي من عني وعنك ما أرضك لا حب لا ولا أترجى منك سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله تسديد الله
لا ترحم ما ينجيني عذابك ما اشتي واتهلى ليغرك شبابك يوم بيها عيش رغما عني وعنك ما ارضك لا حب لنا ولا اترجى منك من يوم بيها عيش رغما عني وعنك ما ارضك لا حب ولا اترجى منك سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله اسمعني السلام عليكم. سلام استاذ افندي مدير شركه الموسيقى بالموصل استاذ كمال. مرحبا استاذ كمال. مرحبا. فرصة سعيدة جدا. أشكرك. أنا يعني فرحان جدا بهذا اللقاء، وأنا أجي دائما وأشوف حفلات الموصل وآخذ فنانين من هنا، وأنا جدا سعيد بهذا اللقاء. يعني صوتك بديع جدا أستاذ كمال. أنا أتمنى أن تزورني إذا هنا أو ببغداد، يجي مكتب هنا ويجي مكتب ببغداد. شكرا جزيلا. أتمنى أن أزورك. شكرا، بس أنا ما أفيدك الآن، يعني معلم قرية بعيدة عن ممكن ساعة كاملة. زورني أستاذ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جدا. مع السلامة. السلام عليكم. كمال افيدك لا تنسى، أنا معلم عندي طلاب ولازم يوميا عشان حاضر نص العصر. استاذ كمال لحنك وشعري ممكن نسوي شيء. بدينا الغرور بلا غرور، هذا شيء واثقين قدام مشوار طويل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شباب شو بتسافر؟ احتمال ثلاثة نطلع ثلاثة. يلا نطلع سوا. يا بنت شو الأوراق؟ ايش تعني؟ شوف رفعت، لا انت ولا غيرك من حقه يسالني هالسؤال، هذا حق يتيمه وامها، انا ما اقدر عمكم. لو تردون يجردوها من كل شيء بحجه ما يدري حقه ماكول، مو حرام؟ يابا ما يخالف، بس التطور اللي وصلناه بالمعمل هو من جراء نشاطنا خلال اكثر من 15 سنه، جهود شركائنا، اموالنا، فلوسنا، حصصنا تساهموا من زمان. شوف بدي اقول لك، وجود راس مال يعتمد على حصه المرحوم، شوف هنا اني وقفت على رجلي من حصه المرحوم، ولا تنسون سنه من السنين كان هذا المعمل للمرحوم، وابوكم كان جوعان، كنت جوعان، بعت عرصه يملكها وحصه ببيت خلفها الوالد، هاي كلها موثقه عند المحامي وتقدرون تشوفوها وتفهمكم. يابا ليش ما فهمتنا من الاول؟ شفهمكم ابني، شفهمكم. اكو اسهم باسم بنت قاصر، زين، اكو اسهم بقيه البيت بالوزيريه مال عمك، اكو اسهم حصه باسم اختي صالح المرحوم اخوها، زين، هذه 1000 واحد كان يمكن ينافق وتصادر حقوقهم بذاك الوقت، ما يكفي اللي شافه المرحوم على مدة مناقصه فاشله. يابا مو احنا بنينا وتعبنا وشيدنا للمعمل وتباينا احنا وشركائنا، اي ومجلس اداره ومساهمين كبار، ده هذا واجبكم، اشتغلوا له على المساهمين الصغار يصعدون. يابا 3/4 مليون يعني خبز الشركه. شوف، الربع الاول باسم عمك، الثاني ذمة عليه اللي استملكت كل البيت اللي عمك له حصه بيه، والثالث باسم نماء القاصر. ما حد ماكل حقوقكم، ما حد ماكل حقوقكم. بس هاي شغله التفاف يا التفاف، واحنا ضحيتها. التفاف هذا انا ما اوافق واظن من حقنا نطعن باي مستمسك يتوجب علينا التنازل به. اي ما تحمل مع ذلك، يكفي عاد اموالنا وحلالنا وخلاص. مكافعات ربيتها وسويتها وانطيتها ودللتها وسويتها انسانه. بليات يابا بليات، كان هسه هي وامها مشردين، كان راح تغطل فوق حملنا علاوه. مو حرام هذا، حرام. هذا هو مسعود مو؟
ايه، من ارباب السوابق. عندك 3 محكوميات. الاولى تهمة سرقة محولة مال كهرباء، واثنين من عندهم قصتوا على مخازن اللحوم بالمحافظة. ثالث من حتى الدولة فرصتها، لكن الظاهر ابو طبع ما يغير. لان تحقيقكم ويا نجاد ومجموعة سندات البيع والشراء للمعادن الأصولية، هم عندهم معامل بصب البراغي والدشالي خاص بهم، وعندهم إجازة فعلا بي. لازم أول صمر، لازم نتبع سياراتكم. دعمكم ويانا وإن شاء الله ما يفلت أي واحد منهم إن شاء الله. أنا حر التصرف وفق الشرع والقانون، ما يقدروا حد حقي، وأنا ما في حق أيتام وأرامل. إذا تتقبلون بها أنا مستحيل أقبل به، مستحيل أقبل به. يابا لو تترك الناس يفرهدون اليوم مستحيل. يابا احنا اصحاب عوائل، هذا المعمل بنيناه احنا وشركائنا. يابا اللي يكرم ويكرم 3-4 مليون. يعني بصراحه انا اعتبرها هاي جريمه. اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا، تمومني. حرام ربيتك، حرام ربيتك وسويتك وجه بالمجتمع. فتشوا كل مكان، المدرسة، المقبرة، الوديان، ربونا بسكة الحديد. أريد أجمعهم 18. معكم شبان تفضل التصرف. صار ابو باهر كمان خلي عليه. بعدين ابو باهر انا عبيدكم وابوكم وخادمكم، بس اريد كلمة فصل واحدة بس. عليه قضايا هواية وسمعتك سفر. سمعتي؟ معلوم ابو باهر هو والانسان عنده غير سمعته. ابو باهر انا اريد اشيل عاركم على الاستاذ. ما تفهم. اقصد عاركم عاري ابو باهر. انت عظيمنا ومعتبتنا ابو باهر. مسعود نعم شابنا ابو باهر. جواح هدر ما يذوب هذا الثوب المتهرع المهتوك غير هاي الرقعة. هم كمان شنو؟ انت كنتش اسوي حاجه. قول لي شلون؟ قول لي وين اسمك؟
راجل طبعا الله يخليك. صفية نبريني البنين اسمه راحت ورا كمان. ها؟ ما معقولة شنو؟ لا أقول لي صارت مشكلة، لا أقول لي صارت مشكلة، تقول لي خاف انصدمت. قوليني شو أسوي؟ يموزر رجلينا تنجب وقلبي مخطوف. صفية قولي لي شو مسوي لي بنتي؟ عاملها عمى. ما ادري شو اسوي، المنازل مساعدة. بنتي ما ادري صار فيها صفية. شفتي صفية؟ شفتي هذا اللي يركض ورا طمع الدنيا شو يصير فيه؟ شفتي؟ طمعي عيب عليش نجمي، الله لا يحوجنا لا إليك ولا لغيرك. الحمد لله الله ساترها والحال ماشي، لكن ايش تقدر بغصب القلوب اللي بعد الولد عند بنت خالته. ليش صفية؟ ليش مسويت لكم هاني؟ فوق دربي انت وابنك علي يا صفية. والله ابننا ما سوى شيء باطل بنت خالته، بالعكس هو صانها وريحها 15 سنة، لكن اقعد عدل واحكي اعوج مو نجية، لا تخليه حسي يطلع منك العالم. تدرين هسه انت طلعتيني من طاري؟ حتى الله وياكم، حتى الله وياكم، حرام عليكم، حرام عليكم. كافي عاد كافي، كافي تليفونات ولا شيء، كافي كفوا عليها. انا ما سباعية بنية خرجت الكلية، كافي عاد، كل عقدة لها حلال. يلا كافي، خليني أنا الصبر. يابا الله يخليك، المعمل منو إله؟ السقابل هو دكان أسد بابا والحقها. بعدين شنو يعني هي صغيرة؟ البنات اللي بقدس يطوفن العالم يشتغلاني درساني كل يعني العفو بابا دقيقة واحدة. بالنسبة للجدول اليومي شو اسوي له؟ نزل التدقيق قبل لا يروح للرقابة. شكرا. العفو بابا. بابا يعني هي تصرفت على عنادنا، يعني ما احترمتنا، ما احترمتنا مثل ما يقول المثل. لا يابا دقيقة، هي مو تريد تتزوجه، خلي تتزوجه وين ما تريد خلي تروح. لا العفو بابا، انا مو دا انتقم، هذا رفعت تحكي وياه، اكو ماكينة عطلانة اروح اصلحها واجي. من رخصتك يعني. شو شاحنته؟ الو الله يساعدك يابا، شلونك؟ لا صار ماشي تدلل. لا خلي اني اتصرف بس كون مرتاح انت يابا. اني راح اخابر هادي اخليه هو يسافر لها. لو عندك اعتراض على هادي ابوك مستنكر. وعلى ويش هادي ولا كمال؟ شنو الفرق؟ ما دام هي اختارت رجال مو فلوس. ما تنازلت عن حقها، وبعدين افرض اجاها كم فلس، المن مو الهادي وهادي منه مو ابن عمه. انت راح تخششنا مشاكل ما لها كل داعي. هذا المحامي يقول لي شغلته وين وصلت؟ بس بعد 3 ساعة يجي. أبو بكر
يجي مو اليوم باكر يجي. مسعود لقى اريد نهايته. قصة الخدم يوديها كل والله ابو ظهر حد اشوف بعينك السنيه بتروح وبترجع. وحمدان شنو الاخبار؟ خدامتها طلعت وهي ظلت تدق الباب لما انفصل وبعدين سكت. احسن. مبهان يا ابو ظهر ما زين، ما اريد اخسر واحد من زلمي. فهمت؟ انا رافضلها ابو ظهر. رافضلها. انهزمت؟ لو بس اعرف هذا كمال شو مسوي لها؟ وتريد تروح عليها برجلك؟ يوم والحقيقة وضحت ونمائتها أكثر من $500,000 دينار. بس تريد ان الكمال عيني. انهزمت من بيت عنها بكل جسارة وراحت لها. استحي على نفسك يمه واحتفظ بماي وجهك وقعد ببيتك. بس شنو بس؟ بنية ومرايتك لاحقها ليش؟ بس هم الولد كلهم رايديني إلي. عم عبد المجيد والولد كلهم رايديني. بعدين من يقول هذا كمال راح يقبل بسوايتها هذه؟ يقبل ما يقبل انت ما عليك ابني، هي تصفى. وبعدين اذا عافه هو انت موجود، واذا ما عافه شابين الخير. تلبن نفسك يمه. تلبن نفسي شنو؟ هي لو بس ترحم الظروف فيها اكثر من $500,000 دينار. قول يعني 1,000,000 بالحساب الدفتري. هذه حجج ما ممكن نطعن بيها. قل لي وين كان نظام هالمعلومات هاي كلها عنه؟ أنا محامي وهذه شؤون موكلي ومن حقوق المحفوظة. لو نسيتها تستعد تفضل. أنا راح أروح بكرة النماء، أنا مجدد علي. خير؟ الظاهر النماء راح يكون مصر على كمان. فرق عني خالتي نجيبها وأرجع. لا في بالكم. مع السلامة. سويتها النماء؟ ايش سوينا؟ وين شروح؟ شطع يلا اطلع. وين شروح؟ صاحبك المدرس اللي مسوي مكسوره. روح داخل. وين اروح؟ روح على صاحبك المعلم. وين ابنك اليوم؟ امشي روح يلا. روح داخل. وين اروح؟ روح امشي. اطلع يلا
جي رجعت شو رحت اقول لك اضربك جي ايش فيك؟ اما كان اسنانك؟ خلي اشوفها. ايش فيه يا سنة؟ هذا؟ بعد هذا. اشوف؟ هذا؟ بس حيرتني يا نسو، قل لي على السن اللي دا يوجعك. ما يوجعني. بعد شنو؟ انتوا من الشرع السنة الواحد مو تطلبوا مخدر؟ طبعا. زين ايش الايام اللي عجبتك بدون مخدر والثاني مخدر؟ نسو؟ هذا مورفين، انت شو تسوي فيه؟ نسوم اخاف انت. مو ولدي. بعد علمك ومنو دزك؟ هو نسوم ترى انت شلعت قلبي، قل لي ايش رايد وفضني ورايا شغل. هو الشغل. نسوم قل لي ايش رايد؟ يقول لك مخبط. بعديها هاي شو يسموها؟ تريدني اشلع السن اللي ما يوجعك وانطيك المخدر؟ قل لي انه لتشن. نعم؟ تاكسي. الله يساعدك حجي. هلا. مهندس علاء وينه؟ عالشط. زين شكرا. تعال يصلح. هاي شكو كمال راح يوصل اليوم اكو فت هوسه ضده. نسوم اجالي وقال لي بيتلغى ناويين على قتله. نسوم ما يكذب، لازم نتصرف. هسه جاي شاني. انزل كمان انزل. بيتنا جادر اذا كنت لوك. انزل كمان انزل. تعال انزل كمان انزل يلا انزل تعال كمان انزل عيني. انزل كمان وخر نسو وخر. ارجوك انزل كمان. لولا بيتنا جادر اذا كنت لوك. انزل عيني. وين صار؟ معقولة ليه هسه بالموصل؟ ابو باهر خلينا نداهن المدرسة. هات. أنا ما أريد أخلق مشاكل حتى ينتبهون. شوف
ابو وهب سيارة الخط عطرت. بعد سيارة المحطة هم. بعد وطيع مع البقر عبر الطريق. بتجيبوا تشوفوا شنو القضية. ربي عينك على هالطفلة والبلاوي والنار والطريق. مصيبة إذا أروح والقاها متزوجة. نسيوم قوم انت، ما عندي وقت. روح جدع. اسمع، لا تسرق ولا تاخذك الرحمه، فهمت؟ عمي الله يخليك شوي بدي اشوف فيها كل شيء مسويه، ما تقول لي سوت اليوم. صدق كلامنا؟ لو بدك شو تسويها؟ انت شنو شغله بدك؟ بدي راح تاخذ واحد من صورها، واول ما قطعوا المهر اني واخوتها طردنا خارج بيتها. بس اسمع، لا تسرق ولا تاخذك الرحمه، حتى لو كسرت الباب وصلنا بهان بس تدوسون على الزاد. حرك ولا وين؟ خالد بعد مالي قاعد هنا. صم بكم عمي، امشي. ما تفوت عمي فؤاد. شوف لما اخوك برجوك في هذا وما تخلي اي واحد يصعد لك. شو انت وحمدان علي فؤاد؟ هو هذا المارد قلبي، ما اقدر اخليك تصعد فوق. تدري ليش؟ لان انا محتار بينك وبين صاحب الحلال، انا مامور بيناتكم يا عمي. تمنعني اطب البيت وانت حارس عندي؟ ما منعك، بس هذا امر اخوك وانا لا حيلك ولا حيل اخوك. ابي بس عمي فؤاد الله يخليك ارجع.